الأكلة المصرية الجميلة السهلة البسيطة، لما تكون ست البيت مش قادرة تعمل أكل وتقف في المطبخ تعملها، هي الملوخية الخضراء والفراخ والرز. معايا هنا فرخاية مغسولة كويس جدا، ومعايا رز، ومعايا شعرية، ومعايا ملوخية هي، والتوابل. يلا نقول بسم الله. معايا بصل وورق لورا وزعتر وفلفل اسود، هنحطهم في الشوربة. ونضيف الفرخة بتاعتي، الفرخة هي مغسولة كويس. هنا بحمر الشعرية، الشعرية بتاعتي كده اتحمرت. هضيف الرز بتاعي اهو، هقلب فيه كده وبعد كده اضيف له الشوربة. هعمل الملوخية، هقلبها جامد جامد عشان ما تسقطش مني. هنعمل الطشه بتاعت الملوخيه، وبناخد حبه من الطشه وهي نيه كده، من التومه دي نحطها في الملوخيه قبل ما نضيف الطشه. هغطي كده عليها، وبعد كده اعين الغطا، ما فيش ثواني، وعيني الغطا عشان ما تسقطش مني. طلعت الفرخه بتاعتي من الشوربه، هحطها دلوقتي تتحمر. الفرخه اهي بتتحمر، وادي الرز اهو خلاص اتعمل. الاكل بتاعي خلص، الغدا بتاعي خلص. تعالوا اتغدوا معايا. ادي الفراخ المحمره وملوخيه، مفيش اسهل من كده. لو محتاره تعملي حبه ملوخيه ورز وحبه سلطه خضراء، وكان الله بالسر عليم. وبألف هنا لكل اللي هياكل، وبألف هنا لكل اللي هيجرب الطريقه. حبه سلطه خضراء. وكمان معايا بعد ما ناكل ان شاء الله، معايا هنحلي معايا جاتو. استودعكم عند الله الذي لا تضيع ودائعه. نلتقي ان شاء الله في فيديو اخر. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب وكومنت جميل يديني دافع ان اكمل. وفضلا وليس امرا، شير 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 كتير 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 عشان القناة تكبر وتتعرف. باي باي. سامعين عمر؟ باي باي. باي باي. باي باي.